خير يا جماعه، هو انتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجه، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجه على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجه، انا بس كنت بتاكد ان اللي تقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكوا لي ابقوا تعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم. رحيم ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم. نرجع نشتغل. نشتغل ايه؟ شغلنا، هنرجع المركب. داليا، انا مش عارفه دي. سهلة، ازاي مش عارفاها؟ 3 في 4 كام؟ 7. لا ازاي بس؟ 3 في 4 مش 3 زائد 4. مش عارف. 12 حبيبتي، اكتبي 12. شوفي اللي بعدها بقى. 3 في 5. 8. ازاي يا رنين بس؟ 15. هي سهير لسه ما رجعتش؟ لا لسه. رنين انزلي بسرعه تجيبي علبه سجاير من تحت، انا نسيت اجيب امبارح. هو انت عايز تقومها من على مذاكرتها عشان تنزل تجيب لك سجاير؟ ما تنزل انت. فيها ايه؟ ما هي هترجع تكمل. يلا بس يا رنين، انا مصدق. استني يا رنين، لو سمحت ممكن نتكلم لوحدنا شويه؟ رنين خش جوه. مش كفايه بتسيبوها ترجع من المدرسه لوحدها ومفيش اكل في البيت، وكمان عايز تقومها من على مذاكرتها عشان مزاجك؟ وايه المشكله؟ ما هي كل يوم بتتصرف وبتعمل اكل لنفسها. تتصرف ازاي يعني؟ دي لسه عيله. طب افرض في يوم هي قاعده لوحدها في البيت ونسيت الغاز مفتوح، دي ممكن تموت. قولي الكلام ده لامها، انا ماليش دعوه. انت هتفضل طول عمرك كده؟ مالكش دعوه؟ تخلف وترمي مش مهم، خلي امها تربيها او ما تربيهاش. بص يا داليا، انا اللي فيا مكفيني، واخر حاجه عايزها ان حد يلومني على حاجه. انا بقى لازم الومك عشان انا ما لومتكش على اللي انت عملته معايا من زمان. انت طول عمرك مخليني حاسه ان انا يتيمه مع انك عايش. انت عارف يا بابا، انا عمري ما حسيت بوجودك. عارف يعني ايه بنت تحس ان ملهاش ظهر؟ عارف يعني ايه احس طول عمري ان انا خايفه؟ لان انا عارفه اول ما هتسند عليك هقع. شفت بقى انا ليه لازم الومك؟ لما انا وحش قوي كده، ما خفتيش اوقعك ليه؟ كنت مستخبيه عندي هنا. علشان انت وقعتني من زمان اصلا. بقول لك عمنا، هات لنا 4 شاي في 50 كده، وزود فيهم 1 سكر. سيد مزود الرجاله قوي اللي بيحرسوا المركب. طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟ رحيم المركب راحت. فين الرجاله؟ يلا سيد. رحيم
نورت مطرحك ومكانك يا غالي. على ليك شو يا رحيم. يا قلب امي كملي يا بسمه وبعدين. مفيش. شويه كده لقيت عم حلمي جاي ومعاه هشام ومعاهم نص مليون جنيه. وجابوهم منين دول؟ معرفش، بس المصيبه ان ابو ورده بعد ما خد الفلوس كان عايز برضه رقبه هشام. الرمه ابن المبقعه. وخلعته يا اختي منهم ازاي؟ فجاه كده جه راجل كبير قوي 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 وقعد يقول لابو ورده الحوار ده عندي والناس دي تخصني. تعرفي الراجل ده يا بسمه؟ ما بيتهيأليش، بس ايه، ابو ورده ده كشف نفسه وجاب ورا، واول ما الراجل قال له خلاص سابنا نمشي على طول. شكله راجل خطر قوي. ما هو باين اهو. تعرفي ابو ورده منين يا بنت؟ مبروك يا رحيم بيه. مبروك على سيد حياته وراحت باله. انت بتقول كده ليه يا رحيم؟ مهما كان المال مالك. طول عمرك حقاني يا ابو نسب. كده عقود القصر والمركب تمام؟ امال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. انت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يا راجل يلا. حاضر ما تقوم. حاضر يا رحيم. ربنا ياخدك يا هشام، ربنا ياخدك. ما بيجيش من وراك الا المصايب ووجع القلب. وطبعا حلمي كان عارف الموضوع ده من اوله. ما تردي. في ايه يا بنت ما تردي؟ كان عارف. وطبعا حضرتك التليفونات والوشوشه وتجري تستخبي مش عايزه حد يسمعك. كان بخصوص الحوار ده برضه صح؟ الكدب خيبه يا حاج. صح. وما قلتليش ليه وليه؟ هشام قال لي لو الحاج ورحيم عرفوا عن الموضوع ده حاجه مش هتشوفي بنتك تاني، والضنا غالي وانت عارف يا حاج. ايه الضنا غالي؟ اول مره اعرف. تصدقي حصل ايه بعد كده يا بنت؟ هتردي ولا مش؟ ما حصلش والله. رد على طول. هم جابوا نهايه الحوار سابونا نمشي. وما عرفتيش اسم الجدع اللي خلصكوا ده ايه؟ لا. طب شكله ايه يا بنت؟ يعني هو ليه هبه كده وحليوه وابن ناس وامور كده وطول بعرض يعني كده. بس هو ده اللي خدتي بالك منه بس؟ امور وحليوه يا واطيه يا واطيه ابن ناس يا واطيه. هو ده بس يا بنتي. شكل امه ايه؟ شكل ام طويل يا حاج الدنيا كانت قصير تخين رفيع. اتكلمي يا اختي. الدنيا كانت ضلمه. انا بصراحه كنت بعيط وما كنتش شايفه كويس. شايفه كويس؟ الهي تتعمي يا شيخ، الهي تتعمي عشان تريحينا كلنا. يا ساتر عليكي. في حاجه تانية يا بنتي مخبيه عليا؟ يا بنتي بصي انا اللي بكلمك. لا مش المصحف ابدا. عليا الحرام من ديني، عليا الحرام من ديني.
لو مخبين عني حاجة تانية لا هتبقى ليلة اللي خلفوكوا طين. فاهمين؟ فاهمين. حلمي روح قول للناس في المايك من النهارده فري احتفالا بافتتاح المكان. تمام. ولا شاب عايزك تعدي كده وسط الزباين تحسسهم انك صاحب المكان، فاهمني؟ اعتبره حصل. تعالى هنا، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه عجبك؟ عجبني ايه وبتاع ايه؟ انت جاي تفتتح محل فطاطري؟ قول يلا. معلش دقيقة واحدة بس يا دقيقة واحدة. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. النهارده بمناسبة افتتاح المكان هنا رحيم بيه صاحب المكان ده أمر إن كل طلباتكم النهارده هتبقى فري. Have a nice time. وانت يا سامي ليه ما حاولتش تعطل رحيم في حوار سيد والشهر العقاري؟ عشان كل مرة كان بيطب عليا زي القضا المستعجل، ما كنتش بلحق اتصرف. سامي ما تصرش عليا، انت عارف امتى تسلم لفلان وامتى تعطل له مراكبه السير؟ ما هي ما كانتش هتخش عليه، وانا قلت لكم قبل كده كذا مرة الحقوه قبل ما يكبر، او ارجعوا بقى بالزمن 7 سنين لورا. زمن ما بيرجعش لورا يا سامي. مين اللي قال كده؟ ده حتى بيقولوا الزمن بيلف يلف يلف ويدور ويرجع تاني لنفس النقطة اللي كان فيها. وبعدين عايز اقول لك على حاجة اخوية، ما تشتغل مع رحيم تاني. ما اكتب له المصنع احسن بالمرة. لا، ان جبت الحق المصنع طول عمره بتاعك، لكن المركب بتاعت رحيم مش بتاعت سيد. ورحيم راجل حقاني ما ياكلش حق حد، لا من معارفه ولا اللي مش من معارفه. بسم الله ما شاء الله، قمر وانت عامل خطبه كده وعمال تجمل لي في محاسن العريس. اقول لك على نصيحه اخويه، حط ايدك في ايد رحيم. يا سامي اللي بيني وبين رحيم مش مجرد فلوس ومصالح بس. قصدك داليا؟ ما هي طول عمرها موجوده، وانتوا طول عمركم بينكم وبين بعض عيش وملح ومصالح وفلوس. نصيحة أخوية رقم 2، ما تخليش الستات يدخلوا في البيزنس، بيخسروه على طول. وبعدين يا أخي ما تخلي داليا هي اللي تختار، لا أنت هتتجوزها غصب عنها ولا رحيم ينفع يتجوزها إلا برضاها. أهي خلصانة هي لوحدها. سامي انت وانت صغير ما كنتش بتروح المكتبه تستعير كتب؟ طبعا كنت بقرا ميكي جيب. اصل طول عمري ماليش تقل على القرايه. انا بقى الكتاب اللي كنت استعيره بعد ما اقراه كنت بقطعه. عارف ليه؟ عشان ما حدش غيري يقراه يا سامي، فاهم؟ عشان كده ما كنتش بحب القرايه، بتجيب مشاكل. اتأخرت ليه يا باشا؟ ما تقلقش، مش هنطول.